واحدة جاية بتقولي خطيبي بيطلب مني حاجات غير لائقة في التليفون. واحدة تانية جاية تقولي حبيبي بيطلب مني صور مش كويسة في التليفون. واحدة تالتة جاية تقولي ابن الجيران بيطلب مني حاجات مش عارف ايه في التليفون. خلينا نحسم الموضوع ده عشان غير الكومنتس اللي هتطلع تقول ايه لا ازاي ودي قله ادب وبتاع. رغم كده على ارض الواقع البنات بيعملوا كده تحت اسم ان هي شايفه ان اللي قدامها بيحبها، بيعملوا كده تحت الضغط الرهيب اللي الراجل بيعمله. خليني اقول لكم يا بنات حاجه حتى لو هتزعل رجاله كتير. اول شيء الراجل بيفكر فيه تجاه الست هو رغبته الجنسيه فيها. الناس تهاجمني هاجموني، بس دي الحقيقة. بعد كده ممكن يجنب الجانب ده ويبتدي يعمل رابط عاطفي بينها وبينه ويبتدي يحبها، وهنا حتى لو ألحت عليه رغبته وانتي قلتي لأ هيرجع ويعتذر. فلما يكون رجل بيطلب منك حاجة زي كده ويفضل يلح وانتي تقولي لأ ويزعل، يبقى معناها ان الراجل ده عنده مشكلة. اما مشكلة في حبه ليكي، مش بيحبك الحب الكافي اللي يخليه يبطل يفكر فيكي بالطريقة دي. اما ان هو مش بيعرف يسيطر على نفسه، واللي مش بيعرف يسيطر على نفسه معاكي مش هيعرف يسيطر على نفسه مع غيرك. اما ان هو عنده مشكلة في الدين، ما بيخافش ربنا سبحانه وتعالى او حتى ما بيندمش. هل الشخص ده بغض النظر انا هقنعه يبطل ولا ما بطلش، انا عايزاه، انا كفلانة عايزاه؟ هو انا بتجوز راجل عشان بحبه بس، ولا بتجوز راجل عشان بحبه ويصوني؟ فين الصيانة في كده؟ لما انتي لسه على البر خطيبة او حبيبة، ولو اني ضد ده ولا ايا كان، وما بيراعيش حرمة جسمك، ما بيراعيش حرمة اخلاقك، ما بيراعيش ابوكي اللي قاعد في الأوضة التانية وهو عايز بنته تعمل كده، ما بيفكرش في اخواته البنات، ما بيفكرش هو يرضى ده على اخته ولا على امه، هيمثل عليكي كل انواع الضغط. قولي لأ، قولي لأ بالطريقة دي. انا ما اقدرش، انا مش اخلاقي، ما اقدرش على ده. لو انت يا ابن الحلال عايز تلعب او عايز تاخد حاجة من دي يبقى مش مني. لو انت عايز خير، انا كده، انا بيت ابويا كده، انا اتعلمت احافظ على نفسي لاخر لحظة عشان الراجل اللي انا هتجوزه. لما اروح للراجل اللي انا هتجوزه اقول له ايه؟ اقول له اصلي محمد ولا احمد ولا فلان ولا علان فضلوا يلحوا عليا؟ طب انت تقبل تتجوز واحدة فرطت في نفسها؟ طب واللي اوريدي خلاص فرطت، طب انا خلاص يا دكتورة انا فرطت واللي حصل حصل. ارجعي تاني، مفيش مشكلة. انا متضايقة من نفسي، انا بنام بالليل بحلم بكوابيس، انا مش حاسة ان انا محترمة نفسي، انا عديت عشانك كل الحدود، بس في نفس الوقت حاسة ان لو ربنا مش راضي عني انت مش هترضى عني ولا انا هرضى عن نفسي، وساعتها علاقتنا كده كده بايظة. فانا عايزة ارجع في ده. لو الراجل ده بيحترمك هيتأسف، يقولك معلش خلاص هنحاول احنا الاتنين سوا. لو الراجل ده نيته مش خير هيقولك مع السلامة والقلب دعيلك، ويزعل ويقولك انتي اصلك ما بتثقيش فيا. قولي له عندها، قولي له ما بثقش فيك. اثق فيك ليه؟ وانت جوزي؟ وانت حبيبي؟ وانت مين انت؟ انا ما اعرفش انت مين اصلا بالنسبه لي. انت واحد بيقول لي انه بيحبني وعايز مني صور تخدش حياتي. معلش البيت موجود، يوم ما تبقى جاهز تعال.